هتسيب خطيبها عشان عرض عليها حاجة هي مش عايزاها. خطيبي مستواه المادي كويس جدا وكريم عليا وعلى اللي حواليه، بيسافر بره، ففي نص كلامنا قال لي ما تسافري معايا وممكن نلاقي لك شغل مناسب ليك. هو فرضش عليا الموضوع ولا اشترط عليا ان اشتغل، هو عرض عليا الفكرة بس، وبعدين قلت له لا انا مش واخده على البهدله. قال لي خلاص خليكي نايمه في السرير. هل ده معناه انه ما بيخافش عليا واستدعي ان افركش؟ جمله خليكي نايمه في السرير دي مش حلو يعني ايه، بس هنفترض ان الراجل ما بيتريقش عادي، هو ما فرضش عليه، هو الراجل بيقترح. انت لو لقينا شغلانه وسافرت معايا هتيجي معاكي ان انت تشتغلي ولا مش هتيجي معاكي؟ فالراجل ايه بيعرض عادي. هتبقى وحشه لو قال لك ايه لا ده انت عافيه هتيجي وعافيه هتشتغلي وعافيه هتنزلي هشقيكي غصب عني. فساعتها الموضوع لا ده كده ايه، نخلع نطير ناخد ديلنا في اسناننا ونجري. بس طالما مجرد اقتراح فخلاص العمليه اخد وعطا، فدي مش يعني حاجه ما تستدعيش ان انا ابوظ الموضوع يعني. قول لي رايك بقى في الكومنتات، هل تسيبه ولا تكمل معاه وليه؟